يا صباح الخير في يوم جديد في رمضان. النهاردة يوم 21. ف يوم سبحان الله حلو ان شاء الله. وامبارح كمان كانت ليلة مختلفة، محدش فينا عارف هي ممكن تبقى ليلة القدر ولا لأ. بس سبحان الله يعني هو الجو كان امبارح مطرة والنهاردة مطرة وكده، فالله اعلم باللي جاي ايه. المهم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا زعلانه منكم قوي ان مفيش لايكات ومفيش مشاهدات. مش عارفه انتوا مشغولين في الكحك والبسكوت، ولا مشغولين في المذاكره، ولا مشغولين في تنظيفات العيد، ولا مشغولين في انك تنزلوا تجيبوا لبس العيد. انا مش عارفه، بس انا زعلانه منكم بصراحه علشان انتوا مش بتعملوا لايكات على الفيديوهات بتاعتي، ولا بتعملوا اي حاجه، ولا حتى بتشوفوها، ولا بتعلقوا لي. يعني كذا فيديو معلهوش ولا تعليق، مش عارفه ليه. بس ماشي، انا ها هنا مستمره معاكم وهفضل معاكم ان شاء الله. يلا بينا اشارككم اليوم النهارده هيبقى عامل ازاي، وبالمره اخدكم في اليوم في العشر الاواخر واقول لكم انا بعمل ايه من عباداتي وماشيه ازاي الفتره دي، وازاي هعمل وعامله روتين امشي بيه ان شاء الله اخر 10 ايام في رمضان. يلا بينا. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم هنا الروتين بتاعي او العبادات بتاعتي اللي انا هعملها، فحابه اشاركها معاكم بحيث انتوا ممكن تاخدوا منها وتزودوا عليها. فاكتبوا لي تحت ممكن تزودوا ايه عشان ازودها معاكم. انا بسم الله الرحمن الرحيم كده هقرا اواخر سوره البقره، لان اواخر سوره البقره في حديث عنها اخر ايتين. في حديث عنها ان من قراها في ليله كفتهم، خاصه بقى لو صدفت ليله القدر يعني. وطبعا دعاء ليله القدر الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى به السيده عائشه. والدعاء دوت اللهم انا نسالك الحسنى والزياده، والدعاء ده جميل جدا. اللهم بلغنا ليله قدرك وارزقنا فيها على قدرك يا عظيم القدر والجاه. خلوة مع ربنا سبحانه وتعالى 40 دقيقة، ودي أنا خدتها من عمرو خالد. 20 دقيقة صلاة، و20 دقيقة بقى دعاء واستغفار و او ممكن نخلي ال20 دقيقة دي مع الدعاء مع الصلاة، وال20 دقيقة دعاء واستغفار وحمد وتكبير وبقية الصالحات والأدعية بأسماء الله الحسنى. فأنا اخترت الرزاق والكريم والجبار والحسيب، وممكن كمان أزود عليهم وأنا بدعي عادي، بس أنا دول حطاهم أساسي يعني. أي دعاء أو أي اسم تاني من أسماء الله الحسنى هفتكره هحطه على طول. فانا كنت حابه اوريكم كده عشان ممكن تاخدوا منه سكرين شوت وتبداوا ان انتوا تعملوا عليه وتزودوا. ولو زودتوا حاجه ما تنسونيش تكتبوا لي تحت في التعليقات هتزودوا ايه عشان ازودها معاكم، وان شاء الله ناخد الاجر والثواب احنا كلنا. يلا بقى علشان نعمل الفطار النهارده هعمل اكله قعد معايا ايه تقعد معايا يومين. الاكل هي عباره عن ايه؟ عن صينيه بطاطس ان شاء الله، وملوخيه وشوربه وفراخ وشوربه لسان عصفور ان اراد الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. الاكل تقعد معايا ان شاء الله الاربع النهارده والخميس بكره بامر الله تعالى. تمام. ليه بقى؟ عشان الواحد محتاج ان هو يعني ما ياكلش، ما يعملش اكل كتير الفتره دي انا عايزه استغل الوقت اللي هقف فيه في المطبخ. طبعا هو ليه افطار صائم ان شاء الله باذن الله. وكمان ان انا يعني اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى وكل حاجه، بس ايه الواحد يقعد يومين كده يعمل اكل يومين. لو قدر يعمل اكل 3 ايام، مع ان ده مش عارفه ممكن يحصل ولا لا كده يعني. يوفر علينا وقت كبير في العبادات، وان احنا كل يوم ما نستهلكش في المطبخ، وان احنا يعني في العبادات وبس بقى نركز في العبادات بتاعتنا ونصلي كتير ونصلي في الوقت وكل الكلام ده. المفروض ان انا هقشر البطاطس وهسيبها تتغسل كده في شويه في الميه، وهروح اصلي العصر. وبعدين ايه نخش بقى نكمل بقيه الفطار مع بعضينا يعني. بقى دلوقتي هوريكم حاجه. انا حاطه هنا الفراخ بتستوي، وجزء من الفراخ هاخده اعمل بيه صينيه البطاطس، واخدت الصينيه دي عشان هعمل فيها البطاطس دلوقتي. بصوا بقى، انا كده حطيت البصله اهو عشان بس ايه اديها تشويحه الاول. والنهارده هطبخ بزيت عشان الاكل يعني يكون خفيف على قدر الامكان، ما يكونش تقيل خالص. تمام. يا دوبك هي تشويحه بسيطه، بس بسيطه قوي، عشان هحط الفراخ دي انا تبلتها يا بنات. هحط كده جناحين هتبلتهم. تمام. بسم الله. على فكره انا اول مره اطبخ بطاطس في الفتره دي، فمبسوطه قوي بقى، وحاسه ان انا بعمل اكل حاجه جديده.
مبسوطه قوي. فحاولوا انتوا كمان تجددوا، يعني مثلا الحاجه اللي بتعملوا فيها حاجه تانية تحطوا فيها حاجه تانية، فاهمين قصدي؟ مش عارفه افهمها لكم ازاي. بس يعني الحاجه مثلا اللي انتوا تطبخوا فيها مثلا، انا دايما بحط، يعني دايما جوزي بيعمل في دي كبده او سجق او كده، فان انتي مثلا تعملي فيها حاجه زي كده بتبقى حلوه وشكلها مشجع وشكلها جديد وكده. فعجبني اول الحوار ده وحبيت ان انا اعمله. كمان في فكره في دماغي ان انا عايزه اشيل الايد دي واشيل الايد دي عشان تبقى صينيه مدوره، واقدر ان انا ادخلها الفرن عادي من غير ما حاجه تحصل للايدين وتتحرق. فمش عارفه انا هعمل ده ولا لا بصراحه المره دي، بس انا بفكر ان انا اعملها وهي فاضيه طبعا عشان الاكل ما يتنقش منها. بس كده خدت التشويحه، كده اخدت التشويحه تمام. بسم الله. هنزل بقى بالبطاطس. انا قطعت البطاطس بالشكل ده عشان تبقى زي، بصوا، حلوه وكيوته وصغيره، وقطعتها متساوي الحجم قدر الامكان يعني. هحاول بس كده ان انا اشيل الفراخ احطها كده على الوش عشان ما تتهريش، وفي نفس الوقت تنزل الطعم بتاعها كله على البطاطس، فالبطاطس عندي تبقى طعمها حلوه كده ولطيفه. انا هعملها بطاطس بيضه تمام. ايه اللي هعمله تاني، هحط عليها كده نص او كوبايه ميه عليها ملح وفلفل وكمون عشان تنكه كل ده ويبقى كل ده طعمه طبعا حلو جدا. بصوا انا حطيت كده نص مرقه الدجاج وحطيت ملح وهقلبهم كده شويه مع بعض. بصوا بقى بسم الله، هنزل بيهم كده عشان ايه يبقى في حاجه تسويها، وهغطيها بالشكل دوت كده. وزي ما انتم شايفين يا حلوين، هسيبها تستوي مع نفسها وبراحتها خالص. اللهم بارك، عملت الرز اهو خلاص، واللهم بارك البطاطس تقريبا استوت، فانا هقفل عليها. وهنا عملت كده شوربه لسان عصفور فهسيبها تستوي. الملوخيه اهي ما شاء الله، وكمان الفراخ استوت من هنا كده. اللهم بارك كل شيء، اللهم بارك. تمام جدا جدا جدا، الحمد لله خلصنا في الوقت اللي انا يعني عايزاه، الساعه 5 الحمد لله. فكده اقدر بقى ان انا اقعد اقرا قران واتعبد لله عز وجل قبل المغرب براحتي، من غير ما يكون ورايا اي حاجه تاني. وهنا كده حبيت ان انا اوريكم الفيتامينات. انا بحب اخد الفيتامينات قبل ما اخد القهوه بتاعتي، بحيث ان هي تكون صح. يعني الوقت بقى بتاعي اللي باخده بجد هو ده الوقت اللي بيقويني لتاني يوم في نفس الوقت، فاهمين حاجه؟ يعني الوقت دوت اللي لما باخده كده مع نفسي، اقعد كده اشرب قهوه، اتفرج على حاجه، اقرا قران، اعمل حاجه انا ما بعرفش اعملها في الطبيعي وابني قاعد، او ما بعرفش اعملها بشكل يهدي لي اعصابي، بعرف اعملها دلوقتي. فانا هاخد كده 3 واحد. انا هو خلص اصلا، انا كنت عامله بديفور ده للعيد والله. بس الحمد لله الحمد لله، طعمه عجبني انا وجوزي جدا بصراحه. فقررنا ناكل منه ونعمل تاني. يعني انا حتى عملته معاكم قبل كده في الفيديو اللي قبل اللي فات. وانا واخده العلب دي، حماتي ربنا يبارك لها اللي مدياني العلب دي عشان بحط فيها دايما كل سنه من ساعه ما اتجوزت. دلوقتي بقى هشرب القهوه واقعد كده شويه مع نفسي. الحقيقه ان انا ورايا حاجات كتيره قوي في البيت، وعايزه اقوم اعملها من تنظيفات العيد زي ما قلت لكم. الليله دي ليله زوجيه مش ليله فرديه، او مش ليله وتريه يعني. فعشان كده ممكن ان انا اخد راحتي شويه قبل ما اقعد كده مع ربنا في الخلوه بتاعه ربنا. وعايزه اعكس في نفس الوقت، عايزه اخد خلوتي مع ربنا وزين نايم بصراحه. فيمكن اخد اعمل الخلوه مع ربنا دلوقتي. والخلوه دي انا كلمتكم عنها في بدايه الفيديو، ان انا هقعد 40 دقيقه مع ربنا سبحانه وتعالى، صلاه، اذكار، ادعيه، اتكلم مع ربنا في كل اللي في قلبي، كل حاجه انا عايزه اعملها في وقت اكون فيه لوحدي وفي سكون وهدوء حواليا. فهو الوقت ده اللي فيه سكون وفيه هدوء حواليا وزين نايم. فانا هحاول اعمل كده قبل ما يصحى ان شاء الله. حبيت اشارككم الموضوع ده. بس ده كان فيديو النهارده، رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا. الصوت ده صوت قطر، فمعلش لو هو مقصر شويه على الفيديو. عايزاكم تعملوا لايك كتير وشير كتير قوي للفيديوهات. عايزاكم بجد تكبروا القناه معايا كده وتشجعوا معايا نخلص كل حاجه ورونا. وشاركوني تحت في التعليقات بتعملوا ايه تاني من العبادات، وعشان نزودها معايا في الجدول ده. وبس كده، اشوفكم على خير.